السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل عشاق النخيل في كل الوطن العربي. اليوم 3/12/2024، ربنا يجعلها سنة وبركة علينا وعليكم وعلى كل الوطن العربي يا رب. النخل، زراعة نخل سيوي ما شاء الله في عندنا في الفيوم. طبعا المكان ده كان كله جذور، أنا الجذور اللي فيه ما شاء الله هنا اهي. تمام، ما ينفعش تزرعها بالجذور دي، هتتغلب على النخلة وهتأثر على النخلة، فاحنا خفيناها بقدر الإمكان يعني. والمكان ده كده خليناها لنا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اللهم طعم. خلاص النخلة المفروض ما تردمش منها كتير عشان خاطر ما يحصلش فيها أعفان جذور. ما ينفعش تردم منها أكتر من كده. كل الفصائل اللي معاها هي، لو سمحت كده وضح كده يا شيخ الله يبارك لك ما شاء الله. كل الفصائل اللي معاها هي على وش الأرض. ما ينفعش أردم من النخلة أكتر من كده. أنا كده ردمت منها مش يمكن أقل من الشبر. كده ثروة كل مثلا أسبوع في الأراضي الطينية وفي الأراضي الرملية، مثلا يوم بعد يوم حسب الأرض برضه. فيه مثلا أراضي، مثلا في أراضي في الصحراء تجي كل أسبوع في الشتاء دي ما شاء الله. أهم حاجة بقى تركيب النخلة. معلش الجريد. النخلة دي يا جماعة عشان إصابة بسبب الفصائل. في ناس كتيرة بتقول النخل يتقلع في أيام معينة في السنة، لكن أنا والله عن تجارب كتير وخبرات سنين النخل يتقلع طول السنة. بصوا عواقب الفصائل لما الفصائل بتقعد تحت النخلة. طبعا الجماعة ما شاء الله ربنا يعينهم جميعا طلعوا مخلفات كتير. المكان ده ما كنتش تعرف تصور فيه. النخلة دي فيها إصابة سوسة. طبعا هنعبي المكان ده، طبعا هي السوسة ماتت. هنعبي المكان ده نشارة خشب وتغطى عليه باسمنت مثلا. وعن تجارب كتير ما شاء الله بتشتغل 100% ان شاء الله. بس نشارة الخشب هتحط عليها مبيد حشري عشان بس لو في اي اثار بيض ولا اي حاجه للسوسه يبقى كده احنا قضينا عليها خالص تماما. ويفضل التنظيف فيها يا جماعه. ناس كتير يعني زي شغل الفيوم هنا، انا بنصح يعني كل الناس اللي بتشتغل في النخل يشتغل مثلا ايه بفهم او مثلا او معلش يكون فيه حنيه في التعامل مع النخله. ما ينفعش اجرح الخربه اللي انا قصيت مثلا خربه زي كده. ما ينفعش اجرح الخربه اللي بعديها. لو قص الخربه دي ما تنفعش تجرح الخربه اللي بعديها. وتقشير السله طبعا النخل ده كله احنا مشوهينه. وفي ناس تقول لك هو ليه لازمه تقشير السله ده؟ ليه لازمه كتير قوي. يعني مثلا نخله زي دي انا ما اقدرش معلش لو في عرجون هنا، هو مش مفيد للنخله، مفيد ليك انت في التعامل مع النخله. ازاي تتعامل مع النخله؟ انا كل لو النخله مثلا طبعا هتطرح الطرح بتاع العام اللي فات كان هنا اهو. الطرح بتاع العام الجاي هيكون هنا. النخل دلوقتي ما شاء الله حبلان بالعرجون، شهرين بالظبط ان شاء الله يبدا يطلع باذن الله. لما تكون النخله متقشره السله بتاعتها، ويا ريت التقشير برضه بنصح اللي يكون معاه شيء حاد جدا لدرجه ان انت تقدر المفروض تقشير السله كده تمام. لو انت الاله اللي معك مش حاده تحاول ما تجيبش الا الجريده فقط، السلايه فقط، ما تجرحش الجريده. لو جرحت الجريده فانت اثرت على النخله. اهو التقشير كده تمام. بسم الله. لو هوريكم دلوقتي برضو بعد ما نخلص النخله تقشير سله. النخله بص تتعامل معاها زي شجره مانجا، زي شجره النخله حنونه اصلا. بس احنا عشان نعرف نتعامل مع الام الحنونه دي، ربنا يبارك فيها يا رب ويبارك في كل عشاق النخيل. بنقشر السله اللي هي تعيقنا احنا، لكن هي مش معيقاها في اي شيء. انت لو تقدر تتعامل معاها بحذر فهي شجره مباركه. ربنا يبارك يا رب للجميع. جهزت جريد يا احمد؟ هنوريكم بقى معلش يا جماعه عشان ما نكترش عليكم، عشان الفيديو ده ان شاء الله نحطه على اليوتيوب. ويا ريت اللي استفاد حاجه يعمل شير ولايك. النخل ده عندنا في الفيوم ما شاء الله في منطقه سنر الشيخ احمد الله يبارك له يا رب ورحمه وبركه. هات يا احمد بسم الله. لو في الصيف يا جماعه احنا بنحط مثلا، انا بخيط ديما بالجريد بس منه فيه بارك الله فيه. مش لازم اجيب كيف. الكيف بيبقى له عواقب رخمه، اللي هي مثلا الغاب بيطلع
بيملى الارض بعد كده غاب، لكن ده ملوش اي اعراض، ممتاز جدا. خد 8 احمر. لو صيف يا جماعه يكفي النخله دول، ده حوالي مثلا 5 6 جريدات. لكن في الشتاء عشان انا بزرع في وقت يعني مثلا بيكون فيه سكون برضه للزرع، فيفضل تكفيها كويس بقدر المستطاع. يعني بتديها مثلا قد الجريد اللي كنت هتديهولها في الزراعه في الوقت في الزراعه في شهر 3 او في شهر 8 ضعفين. ما بتخليش اي منفذ خالص في النخله. هات 8. بسم الله. هات 8. والمكان يعني ما شاء الله جنب سور ومتغطية، وما شاء الله المناخ ده إن شاء الله، وجو الفيوم ما شاء الله من جو يعتبر المعتدل ما شاء الله، يعني تزرع فيه نخل في جميع شهور السنة. مش زي خلاف مثلا جو الصعيد كله ما شاء الله تزرع فيه في جميع شهور السنة. ما شاء الله زرع في الصعيد في وادي جنة السنة اللي فاتت في شهر 10، في نهاية 10، يعني يعتبر قبل كده مثلا بشهر، وما شاء الله والله نسبة نجاح بسم الله ما شاء الله 98%. ربنا يبارك للجميع. النخلة دي طبعا